اول حاجه هنحطها معانا في المقارنه بين نانو بنانا وتشات جي بي تي بعد التحديث الجديد. هنعمل تصميم عادي خالص لمحل برجر مثلا، وده اعلان لساندوتش، وهنشوف النتيجه اللي هتطلع لنا من الاداتين. هنقارن بين السرعه والجوده والتفاصيل، وكمان الأخطاء الإملائية في اللغة العربية. هنقارن بين كل الحاجات دي ونشوف التصميم النهائي اللي هيطلع من كل أداة. احنا هنعمل أكتر من اختبار للأداتين مع بعض. هنعمل تصميم سوشيال ميديا، هنعمل انفوجرافيك، هنعمل تصميم يو اي، وهنعمل أكتر من حاجة. نانو بنانا خلص معانا الأول. نانو بنانا كده أسرع بشوية، مش فرق كبير بس هو أسرع شوية. طيب نشوف التفاصيل. هنا التصميمين الأول اتنين شكلهم حلو، الاتنين تمام جدا. بس هنا شات جي بي تي بالنسبة لي متفوق في حاجات كتير، زي التفاصيل بتاعة الساندوتش، البطاطس، المشروب، تكوين التصميم كله بشكل عام، طريقة الكتابة، التكست هنا مثلا شكله أفضل بكتير وملفت. هنا حط لوجو من نفسه كمان. طريقة كتابة العرض هنا في نانو بنانا، لا على شات جي بي تي افضل. حتى السعر، بعض التفاصيل الصغيره مخليه التصميم النهائي طالع من شات جي بي تي افضل بكتير صراحه بالنسبه لي. طيب هنعمل نفس التصميم تاني ولكن باللغه العربيه، ونشوف الاخطاء الاملائيه في الاداتين، ونشوف التصميم النهائي بالعربي هيكون شكله عامل ازاي. هنعدل البرومت وهنحطه على الأداتين، وبرضه هننتظر نشوف النتيجة النهائية اللي هتطلع من شات جي بي تي ومن نانو بنانا. برضه نانو بنانا هنا خلص الأول، فهنا السرعة لنانو بنانا أسرع من شات جي بي تي. إنما هنا برضه التصميم شكله النهائي مش أفضل حاجة. هو كويس وجميل وكل حاجة، بس مش أفضل حاجة. ننتظر برضه نشوف شات جي بي تي. هنا النتيجة أفضل بكتير، طريقة الكتابة زي ما قلنا والتفاصيل، كل حاجة. لا هنا في تفاصيل أفضل بكتير في تشات جي بي تي. أنا شايف إن المقارنة دي شات جي بي تي يكسب طبعا. طيب هنروح نعمل التجربة التانية أو المقارنة التانية في تصميم مختلف علشان نشوف برضو الفرق بين الأداتين. هنجيب هنا برومت لعمل تصميم يو اي لابليكيشن، نشوف التصميم برضو النهائي اللي هيطلع لنا من الاداتين، وهنقارن برضو التفاصيل وجودة التصميم وكل حاجة. هنا نانو بنانا برضو خلص الأول، ده برضو كده نانو بنانا متفوق في السرعة. التفاصيل اللي طلعت لي كديزاين يو اي، فالتفاصيل برضو لازم ناخد بالنا ان احنا كاتبين برومت يعني حاجة بسيطة وللتجربة بس، مش برومت مفصل او برومت قوي واحترافي. احنا عاملين حاجة بنجرب عليها، فالتفاصيل اللي طلعت بشكل مبدئي فالتفاصيل جميلة، وحاطط كل او اغلب البوتونز والبانر والديزاين وكل حاجة. فكل اللي طالع من التصميم في نانو بنانا فهو جميل جدا. وده التصميم اللي طالع من شات جي بي تي. برضو هنا شايف ان شات جي بي تي متفوق في التفاصيل اكتر. هنا برضو شكل الديزاين افضل والتفاصيل اللي موجودة اكتر، وتفاصيل الصفحات، وهنا تفاصيل الدفع. كل الحاجات دي معمولة بشكل افضل مفصل يعني بشكل اكبر. يعني هنا برضو شايف ان التصميم ده يتفوق شات جي بي تي. حتى هو فوق كل ديزاين كده مقسم لك ان ده الهوم سكرين، وده ريستورانت ديتيلز، وهنا الكارت سكرين، وهنا تشيك اوت سكرين. فهنا حتى يعني كل التفاصيل الصغيرة جدا بياخد باله منها، فدي ميزة مهمة جدا جدا. فأنا شايف برضو التصميم التاني تفوق شات جي بي تي. طيب هنعمل تصميم تاني، بس التصميم ده هيكون لشخص بشكل سينمائي، وهناخد يعني شخص نفس الشخص أكتر من تصميم، أكتر من صورة ليه أو أكتر من كادر لنفس الشخص بشكل سينمائي علشان نشوف الفرق في الجودة والتفاصيل زي ما قلنا اللي بتطلع من الاداتين. هنجيب البرومت ونحطه هنا وهنا ونشوف النتيجه اللي هتطلع لنا. هو دايما نانو بنانا بيطلع بيخلص قبل شات جي بي تي، مش فرق كبير بس بيخلص قبله يعني. ففي السرعه نانو بنانا، بس اكيد الهدف النهائي بالنسبه لنا مش هو السرعه. طيب هنشوف التفاصيل. برضو نانو بنانا أكيد قوي جدا، فالتفاصيل اللي طالعة جميلة، والكادرات وكل حاجة، الستايل، كل حاجة المطلوب يعني اتعمل وكويس جدا جدا. طيب شات جي بي تي برضو نفس الكلام. هنا بس لو في ملاحظة ان التفاصيل زي ما قلنا، لو شايفين في الصورة أو الكادر اللي هو الشخص واقف والإضاءة جاية من وراه، فهنا في تشات جي بي تي الشخص أوضح بكتير، إنما في نانو بنانا فهو الشخص مش واضح،
علشان الإضاءة اللي جاية من ورا، لكن الإضاءة هنا جاية من ورا تشات جي بي تي، لكن الشخص واضح. فهي دي التفاصيل الصغيرة اللي أنا شايف إن تشات جي بي تي إلى الآن متفوق فيها. وكمان الألوان، حاسس إن الألوان طالعة من تشات جي بي تي أفضل. برضه بشكل عام يعني اعتقد ان تشات جي بي تي متفوق. هو فعلا تشات جي بي تي متفوق، مش عشان ده تحديث جديد ولا عشان الموديل ده لسه جديد فكل الناس بتتكلم عليه وحد متحيز له. لا، انا شايف ان فعلا في فرق في التفاصيل، وشايف ان الى الان شايف تشات جي بي تي اقوى. تمام. برضه التجربة دي تشات جي بي تي انا شايف ان هو افضل فيها. طيب هنعمل تجربة أخيرة للمقارنة. برضو هنروح نجيب برومت، والبرومت ده اللي عمل انفوجرافيك عن الرياضة بالعربي برضو، علشان زي ما قلنا بالعربي ده بالنسبة لنا مهم جدا جدا. فهنجيب البرومت وهنحطه على دقيقتين وهنشوف النتيجة اللي هتطلع لنا. كالعادة نانو بنانا بيخلص الأول، فنانو بنانا أسرع. طيب هنشوف التصميم اللي طلع من نانو بنانا. تصميم بسيط جدا ولذيذ، والأخطاء تقريبا في اللغة مش موجودة ولا الكلمات، تقريبا كل الكلام مكتوب تمام ومظبوط. حاطط ايكونز بسيطة والدنيا كلها أعتقد تمام، ما فيهاش أي مشكلة. طيب نشوف شات جي بي تي. شات جي بي تي بقى هنا برضو نفس شات جي بي تي برضو هنا نفس النقطة اللي احنا ملاحظينها في كل تصميم أو كل تجربة احنا بنعملها معاه بين الاتنين. تفاصيل، فرق كبير جدا في التفاصيل. شوف هنا حاطط العنوان ازاي في نانو بنانا، وهنا حاطط ازاي في تشات جي بي تي. وحاطط شخص، وحاطط ألوان مختلفة، وحاطط تحت العنوان الأساسي عنوان فرعي. التقسيمة بتاعت الفوائد اللي هو حاططها، حاطط الشيب وحاطط ايكونز وحاطط ترقيم. انما الناحية التانية لا، مش نفس الموضوع. كمان حاطط هنا شخص كموديل وحاطط برضو جملة تحته. كمان حاطط تحته نصائح تاني، شيب كده فيه نصائح للتفاصيل، وحاطط ايكونز برضو. لا، التفاصيل شات جي بي تي افضل بكتير بكتير جدا. وبرضو حتى اللغة انا مش شايف اي اخطاء تقريبا ولا حرف، كل الاخطاء طالعة تمام جدا، ما فيهاش اي مشكلة. فأعتقد كده شات جي بي تي إلى الآن فهو أفضل بكتير من نانو بنانا في التفاصيل. فشايف إن ده أفضل بعد التجربة السريعة البسيطة دي. بس دي أغلب الحاجات اللي إحنا بنشتغل عليها وبنحتاجها في التصميمات. فأنا شايف التحديث اللي نزل من شات جي بي تي هو تحديث قوي جدا 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 ومهم، وهيفرق مع الناس وهيسهل مع الناس. وكمان في معلومة بسيطة، كل اللي أنا عملته تصميمات اللي على شات جي بي تي دي ده أكونت عادي مش مدفوع ولا أي حاجة. كل اللي انا عملته ده مجانا، كذلك برضو نانو بنانا ده بالخطة المجانية. لكن النتيجة اللي طلعت الاتنين كويسين طبعا. نانو بنانا يعني قوي جدا جدا، غني عن التعريف. ولكن تشات جي بي تي تفوق في بعض التفاصيل. ودي كانت خلاصة التجربة. لو استفدت من الفيديو وعجبك ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده.